بنشتغل يا حبيبي. لسه احنا اشتغلنا يا ابني هقلع الجلابيه اهو. لا كرهتنا في عيشتنا. لسه ما اشتغلنا. شوف برسم البلد لسه ما اشتغلنا. لسه وصلنا الشيوخ يا بابا مش كان الشغل بقى عشان نشتغل عشان نصور. ها ليه يصور؟ يعني انت خليك في شغلك يا عم الحاج وخلي ابنك اللي كتفه في كتفك يصور، احنا عايزين نشوفه. ايوه يا رب ارحمنا يا رب من وجه يا رب. ارحمني يا رب. يا تاخدني يا تاخد حاجه من اللي يا بابا عمري سنه ما بقول لك الشقيان كسبان واحنا بسهلكوا اخوات. شاب سادس او سابع بقى زي معظم الشباب المصريين الاسوياء نفسيا برضو عمل مفاجأة لوالده في مكان شغله البسيط. شوف مع بعض. ابوي يعني ابوي بعد ابوي فيش حدا. اهم حدا في حياتي ابوي، هو الاساس والله، هو الاساس، هو اللي اسسني ووصاني وكبرني وعلمني وسوالي كل شيء. بعد ابوي فيش حدا. المرة دي بنت بقى راحت لوالدها عند مصنع بشاي للصلب شغال بقاله 32 سنة، وعلشان هو حابب الشغل بتاعه وبيفخر ان هو شغال في مصنع زي ده، برضه بنته طالعة فخورة بيه وفخورة بمكان شغل والدها. من 92 بقالي 33 سنه. 33 سنة. علبة شقة. المصنع ده على كتفي، طلع على كتفي. أنا أول مرة أجي قدام المصنع ده. وانا بعتز بيه بمصنعي والحمد لله رب العالمين. حاجة تشرف قوي وهو فخور بمكان عمله وهي فخورة بيه وبمكان عمله، وبيقول المصنع طالع على كتفي من 32 سنة.